بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بسمتي، وهنعمل فراخ بطريقه تتبيله جميله قوي، وان شاء الله هنعمل فراخ بانيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا مع بعض. حطيت حله فيها ميه وورق لوري، وهنا غسله الفراخ بملح وليمون ونقعها جميله من الصبح. لازم تبقى معاك الفراخ كده والحاجه نضيفه. حطيت هنا فلفل اسمر في الميه وورق لوري، واقطع هنا بصلتين واحطهم فيها. دي كده معايا ايه الشوربه اهي. بصوا الفراخ غسلها بالليمون والملح زي الفل. هنا اهي الشوربه غليت معايا. هبتدي احط الفراخ واحده واحده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فراخ مغسوله وزي الفل. الاكله دي خفيفه وجميله قوي وهتعجبكم قوي. كان ابني عازم صحابه يعني وعاملاها. اهي هنا بقى الفراخ استوت معايا اهي. بصوا استوت خالص تهانت، وعامله بقى شوربه جميله. هنعمل الرز بالشوربه دي. بصوا الشوربه بتاعتها دسمه قوي. هنعملها ايه كده، نطلعها في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، وهنعمل مع بعض الخلطه واوريها لكم. طلع واحده واحده كده. بتبقى الاكله دي جميله وخفيفه قوي، هتعجبكم قوي. اهو كده خلصنا. بصوا بقى هنا معانا هنا حبه قوطه مصلصلين. بصوا بشرة كمية البصل دي عشان اخد منها للبانيه، وهاخد منها للفراخ. حطيت هنا ملح وفلفل. حط هنا بقى، وهنا لسه هحط الصلصة. اهي معايا يعني فلفل اهو، فلفل اسمر. وحطيت ملح، وهحط برضو زيت. اهو واحدة واحدة كده عشان ايه نمشي. وهو حطيت زيت، يبقى ملح وفلفل وزيت. اهو وحطيت معلقة خل. حطيت معلقتين خل، وحطيت زيت ربع كوباية زيت، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح على القوط. لسه كل ده اهو هبتدي بقى احط الصلصة اهو، واقلبهم كلهم مع بعض كده. خلطة جميلة قوي. وهاخد من البصل المبشور اللي انا عاملاه، هاخد حبة حلوين كده هحطهم في قلبي، بيدوا طعم للفراخ حلو قوي. وحطيت برضو تاني على الفراخ البانيه اللي انا حطاها برضو بصل، وحطيت معلقتين صلصة. معلقتين بس، ما زودش على البانيه صلصة. حطيت اهو على البانيه فلفل اسمر، وهحط ملح. احنا هنا شغالين اهو في الفراخ وشغالين في البانيه مع بعض. عملنا الصلصة الخلطة بتاعت الفراخ: بصل وصلصة وطماطم وزيت وخل وملح وفلفل، وحطيت عليهم حبة بصل مبشور. دوقوا الفراخ بالتتبيلة دي هتعجبكم قوي. طعمها بيطلع زي المشوية بالظبط. هنعملها بقى كلها كده وندخلها الفرن. يا دوب مش هتاخد في الفرن 10 دقايق اهو. ما خليش اي حاجة من الفراخ كده باينة، واعملها كلها كده. خلاص هبتدي بقى اهو ادخلها الفرن. يبقى انا عملت الخلطة تاني: قوطة وصلصة، والبانيه انا حطيت عليه البصل، ولسه معايا حبة بصل تانيين هوريكم هنعمل بيهم ايه. اهو كده البانيه اهو، حطيت عليه معلقة صلصة ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح وبصل مبشور، وحطيت بيضتين. ادي بيضة وادي اتنين. الخلطة بتاعت تتبيلة البانيه دي حلوة قوي، احلى ما بيبقى البيض بره. وتعملي بالدقيق والبقسماط والبيض كده بتبقى نفس الطريقة واسهل. وطعمه كان طالع زي العسل، والقشرة ما وقعتش من عليه والله. اهو هسيبه بقى كده يتنقع حبة كده كبيرة ساعة. وهنا هنعمل حبة بتنجان مخلل لوز. اهو حطيت الطاسة وحطيت فيها البتنجان. هبتدي بقى ادقلك الكمية اللي معايا كلها واوريهولكوا بعد ما يخلص. اهو دي الخلطة بتاعت البتنجان: فلفل وثوم وحبة خل. وبروح عندك لو عندك جزرة مبشورة برضو حطيها، هوريها لكم دلوقتي برضو. هبشر جزرة اهو. بصوا بعد ما خلصت، بعد ما عملت الخلط خللت وحطيت الجزر. دي التوابل بتاعت الرز البسمتي اللي انا هعمله. معايا هنا كركم وقرفة ولومي وورق لوري وجزر مبشور وفلفل اسمر وملح. لومي
وقرفة وجزر وملح وفلفل وكركم، كل ده وبصلاية مبشورة. كل ده هحطه كده لما الزيت يقدح واشم ريحته. حطيته على الزيت واشم بقى ريحته، عشان انا هعمل كيلو ونص، فعامله جايبه حله كبيره شويه. اهو انا غسلاه بس ما بنقعوش. متنقعيش الرز البسمتي يطلع معاكي حلو قوي. اهو بص، اول ما اشم ريحه التوابل طلعت معايا ابتدي بقى احط الميه واحده واحده كده مع بعض. والله طالع لونه زي الكهرمان. حطيت اهو ملح، معايا كركم ومعايا ورق لوري ومعايا قرفه ومعايا لومي. حطيت هنا اهو ملح وفلفل. أهو. طالع لونه جميل. كل ده بصوا مستنيه لما اشم ريحه التوابل كده وابتدي احط الميه عليه مع بعض. ايه حاجه تطلع معانا ايه؟ اهو خدت الشوربه بتاعت الفراخ. اهو بيطلع بقى كده طعمه جميل بالشوربه. بصوا هي كده كده فيها ورق لوري وفلفل. اهو ما نكترش الملح، نعمل حسابنا ان احنا كنا حاطين في الشوربه ملح. بس كده هسيبها بقى تغلي وارجع بقى عشان احط الرز. مكتريش الملح عشان الشوربه فيها ملح. اهو تيجي بقى هنا معايا الشوربه غليت معايا خالص اهي. تيجي بقى احط الرز. بصوا يعني المية الشوربة اعلى من الرز، مفيش بتاع سنتي. ما كترش المية عشان ما يعجنش معايا. اه بس كده كده بقى لوز. بصوا يا حبايبي بعد ما خلص، بص بوريكم انه بص مفرط وجميل ازاي. طعمه زي العسل. وهنا الفراخ اهي طلعت معايا من الفرن. وابتدي بقى بصوا انا كنت عامله وجبات زي ما قلت لكم لاصحاب ابني. فاهو بصوا عامله الطبق كده، ببتدي احط اهو رز واحط عليه الفرخه. بص الفراخ طالعة زي المشوية بالظبط. بصوا شكلها جميل ازاي. ألف هنا وشفا للي هياكل، وبألف هنا وشفا للي هيعمل نفس الطريقة دي. كل سنة وانتوا طيبين. بصوا حبايبي هنا بقى جبنا البقسماط عشان نعمل معانا البانيه. حطينا البقسماط وحطينا عليه معلقتين دقيق، وحطينا نص معلقة فلفل اسمر، بس معلش المقطع ده اتشال، وندعة ملح، حاجة بسيطة قوي ملح. وهنبتدي اهو نتبله، وهنبتدي نقليه على طول. والله ولا القشرة وقعت، وتتبيلة دي جربيها هتعجبكم قوي. احسن ما بيبيض لوحده وبقسماط لوحده. دي الطريقة دي حلوة وسهلة. اهو ابتدي احط في البقسماط، وحطيت معلقتين دقيق وتبلتهم بحبة فلفل اسمر. جميلة قوي هتعجبكم. هنا حاطة الزيت اهو يقدح، وهبتدي اقلي فيه. هوريها لكم بعد ما تطلع شكلها في منتهى الجمال، ولا القشرة وقعت ولا اي حاجة، وطالع مسكر وجميل. احنا تبلناه الاول، ارجع اقول تاني، تبلناه الاول بشرنا بصل وحطينا معلقه صلصه وحطينا فلفل وحطينا ملح وحطينا بيضتين عليه على التتبيله نفسها، وسيبناهم بتاع ساعه. ورجعنا عملنا البقسماط، حطينا عليه معلقتين دقيق وحطينا عليه معلقه ملح صغيره قوي، وابتدي بقى نقلي. هيطلع معاكي جميل في منتهى الجمال. بصوا لونه، ولا قشره وقعت ولا اي حاجه، طالع جميل وفي منتهى الجمال. بصوا اهو يا جماعة بعد ما طلع، بصوا شكله في منتهى الجمال، وتاكلوه بألف هنا وشفا. احنا النهاردة عملنا كده حاجات جميلة مع بعض. كل سنة وانتم